السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وحشتوني جدا جدا جدا، من زمان ما عملناش كده ايه فيديو صوت وصورة كده مع بعض. وكنت بصور الفيديو سريع سريع، وكنت بمنتج وبعد كده اتكلم بصوتي ماشي، لان كانت يعني الدنيا كانت دربكة شوية وكده. والله بجد وحشني جامد يعني. قبل ما نبدأ بقى الفيديو بتاعنا، نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وتفعيل الجرس يا حبايبي. وتعملوا له شير للفيديو علشان خاطر يوصل لأكبر عدد ممكن يشوفوه. ماشي يا حبايب قلبي؟ هعمل معاكم النهاردة بقى، أنا فرحانة جدا والله اللي أنا بتكلم معاكم يعني وكده. النهاردة هنعمله بسارية يا جماعة. ايه البسارية بقى؟ تقولوا لنا ايه البسارية؟ اكيد ناس كتير عارفين البسارية اللي هي دي. انتوا عارفين البسارية دي. انا كنت النهارده في السوق كده، فلقيتها مع واحده والله بتبيعها. انا فرحت يعني، انا فرحت اللي أنا لقيتها. انا كنت كان نفسي فيها بصراحه. ف يعني انا عيالي ما بياكلهاش، انا اللي باكلها. فانا لما لقيتها فرحت. انا جبت نص كيلو بس على قد يعني، اخد شويه كده اقليهم باكلها كده ايه، خفيف خفيف يعني، لان انا عيالي مش بياكلوها اصلا. فلما لقيتها جبت نص كيلو، وقلت ايه، هقول لكم بقى التتبيله بتاعتها انا بتبلها ازاي وبعملها ازاي. يعني هعملها لكم وهنعملوها مع بعض النهارده ماشي. تعالوا بقى اوريكم انا بتبل ازاي البسارية اللي هي بديل الجمبري. في ناس كتير بيقولوا ان دي بديل الجمبري يا جماعه. في ناس بيجيبوها بيعملوا منها كفته ماشي. بس انا بجيبها بقليها كده في الزيت، وباكلها كده يعني ممكن اكلها حاف من غير اي حاجه. هي طعمها جميل يعني، انا بحبها. فانا جبت شويه صغيرين بس كده على قدي، علشان خاطر انا عيني ما بيحبوهاش. تعالوا بقى اما نعمله التتبيله واقول لكم انا بعمل التتبيله ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، التتبيله بتاعتي اللي انا بعمل بيها البسارية دي عباره عن ايه؟ عن شطه مفرومه، شطه من الحمرا بتاعتنا العاديه خالص اللي احنا بنستخدمها في اي حاجه. شطه هي ماشي. وعلى الشطه بقى على حسب ما انت عايزه الحرقان بتاعها يعني. ومعلقه توم. بصوا انا مش هعمل النص كيلو كله، انا مش هعمله كله يعني. انا هاخد شويه صغيرين بس عشان ايه، انا اللي باكلها عشان ما ينشفوش ويترموا ماشي. حطيت معلقه توم مفرومه كبيره، وشويه كمون، وشويه ملح. بس هي دي التتبيله بتاعت البسارية يا جماعه. دي التتبيله اللي انا بقى بملح بيها، بحدق بيها البسارية بتاعتي عشان اقليها. مش هملحها علشان خاطر ان انا احدقها زي السردين الحادق، لا. انا هعمل بحدقها كده وبسيبها قيمة ربع ساعة او نص ساعة في التحديقة اللي انا عملتها دي. وبعد كده بقى بعملها بالدقيق يعني. انا هوريها لكم دلوقتي خطوة بخطوة ماشي، بس انا بقول لكم يعني انا بعمل فيها ايه. بس انا قلبتها اهي بالشكل ده كده. حطيت معلقه التوم على ربع معلقه من الشطه عشان ما تبقاش حراقه قوي. حطيت شويه كمون، حطيت شويه ملح، واسيبها قيمه نص ساعه كده بالتتبيله بتاعتها دي. هاخد الكميه اللي انا هقدر اعملها ان انا هناكله يعني، اكل منها النهارده وهشيل الباقي في الفريزر. منين ما اطلع كده عايزه بطلع اعملها اكياس صغيره. اطلع الكيس على قدي، لان محدش بياكلها عشان ما تترماش خساره. الحاجه دلوقتي يا جماعه ما عادتش رخيصه، الحاجه غاليه. انا كنت بجيبها الاول ويعني كنت اعملها بالكميه، اعمل بالكيلو واعمل بنص كيلو. كانوا عيالي يقولوا لي لا ما بنحبهاش وكده. فوالله مره جبتها وعملتها وقليتها واترمت يعني، اترمت كلها. انا اكلت على قد ما اكلت وبعد كده اترمت فخساره. فانا هسيبها قيمه نص ساعه تشرب من التتبيله بتاعتها وهنعملوها مع بعض يعني. انا هعمل كميه صغيره على قد زي ما قلت لكم،
وهشيل الباقي في الفريزر. الكميه اللي انا هقليها دلوقتي هطلعها بقى واقول لكم انا بقليها ازاي وبعمل فيها ايه. وفيها تركايه كده صغيره بعد ما بتتقلى بعملها لها بتخلي طعمها روعه بقى. ماشي، خليكم مع ام حنين وانتوا بصوا هتلاقوا حاجات جديده يعني. نسيبوها تتبل ربع ساعه وارجع معاكم تاني تشوفوا هنعمله ايه في البرسال. بصوا ده الدقيق اهوت. بصوا بقى يا حبايبي، شويه دقيق. ده دقيق، والبسارية انا شلت نصها وخليت نصها ما عملتهاش كلها زي ما قلت لكم. دي نص الايه، نص البسارية هي. ودولت شويه دقيق هحطهم في صينيه وهنبدروها كده بالدقيق كده. بس الزيت بقى اللي انتوا هتقلوا فيه يا جماعه مش هينفع يتقلى ايه، هيتقلى فيه حاجه تانية لان هيبقى ريحته زفار. ماشي، اهي يا جماعه هنحطها اهوت. الزيت انا هحطها على النار زي ما انتوا شايفين كده اهي. ان انا انفض البسارية كده. هي ما بتاخدش حاجه على النار، هي بتطيب على طول لان هي ما يعني ما فيهاش حاجه اساسا. بصوا انا برضه كده اخد البسارية في ايديا كده وانفضها من الدقيق. انفضها كده من الدقيق عشان الزيت. وتاكلوا بقى احلى بسارية في الدنيا. بديل الجمبري ده يا جماعه بتاعت الغلابه، ده الجمبري بتاع الغلابه ده. هحط بقى دول هيتقلوا وبعد كده ايه اطلعهم واحط التانيين. انا كده طلعت يا جماعه الشويه الاولانيين وبحط الطرف ايه، الطره التانيه اهي. بصوا ما اقولكمش على الريحه اللي طالعه. الريحه ما شاء الله يا جماعه كاني بعمل جمبري، كاني بعمل جمبري بالظبط. الريحه ما شاء الله عليها، ريحه التومه بالتتبيله اللي انا عاملاها الريحه طالعه ما شاء الله. زي ما قلت لكم تمسكوا كده تمسكوا البسارية كده يا جماعه وتنفضوها على ايديكم عشان الدقيق والزيت زي ما انتوا شايفينها كده. وطول ما هي لسه طريه يعني ما تقلبوهاش علشان خاطر ما يتهراش معاكم. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال والحلاوه والطعمه، شوفوا بحالها. شوفوا يا جماعه، ولازم تكون مقرمشه زي ما انتوا شايفينها كده. يعني انا عاملاه اتسلى فيه بصراحه، مش وجبه للعشاء يعني.
ودي الطريقه التانيه. خلاص كده تمام خلصت. بصوا يا جماعه بقى، شوفوا الحلاوه والطعامه دي، شوفوا اللون. والرش بقى ايه ديت توابل كده. انا ايه انا عاملاها ملح على شطه على كمون على فلفل كده، بحطها للبطاطس بحطها للسمك. شفتوا يا جماعه؟ شوفوا الطعامه بقى، شوفوا الطعامه. اخد من اللي تحت عشان ايه تبقى السخنه. شوف طعمه، حاجه روعه. الجمبري بتاع الغلابه يا جماعه، ده الجمبري بتاع الغلابه. سريعه ما بتاخدش وقت، جميله ومفيده، مفيده صحيه، جميله بصراحه. وديت بقى البسارية بتاعت ام حنين. متنسوش اللايك يا جماعه والاشتراك في القناه. وطبق البسارية الروعه ده ونقعد ناكلوه بقى، نتسلوا بيه كده. جمبري الغلابه ده نتسلوا بيه دلوقتي. يلا سلام.